شركة تسلا بالفعل موجودة من 2004، ولكن أول عربية تم إصدارها كانت 2008، وكان موديل تسلا روداستر، عربية متواضعة جدا اللي كان بيميزها عن العربيات اللي كان بالكهرباء قبلها، لأن هي ما كانتش أول عربية كهرباء موجودة في العالم. هي فكرة إن هي كانت بتمشي 314 كيلو متر في الشحن الواحد. وقتها العربيات كان فيها مشاكل كتيره جدا، خصوصا اول نموذج، ومع الوقت واحده واحده المشاكل دي بدات تتعالج. ومع الوقت ايه اللي حصل؟ ما الكلام على عينك يا تاجر اهو. دلوقتي اديك شايف في عربيات كتير جدا بالكهرباء، وبراندات كتير زي مرسيدس وبي ام، وكل العربيات عادي جدا دلوقتي بقى فيها نسخ بنزين ونسخ بالكهرباء. طب ايه اللي حصل خلى الشركات دي تغير رايها؟ بالظبط العربيات الكهرباء بتاعت تسلا نجحت، ولكن بعد نماذج كتير جدا جدا من الفشل. من البدايه لما قرر يراهن على ان العربيات الكهرباء هي المستقبل، واقنع العالم كله بيها، بالرغم ان وقتها كان في عيوب رهيب تخلي اي حد بيسوق عربيات يكون بالنسبه له عربيات الكهرباء رعب ان اي حد يشتري. طب هل ايلون ماسك سكت هنا؟ لا برضه، فيروح تاني مره يصرف مليارات ملهاش عدد في تجارب في شركه سبيس اكس، اللي خسر في البدايه فلوس كتيره جدا بسبب التجارب والمحاولات اللي فشلت فيها ان هي تطلع صاروخ واحد بس بره الارض، مش ان صاروخ يطلع يعمل مهمه ويرجع تاني. ومن كام يوم